حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة معينة وهي الصفقات، بس بجوانب مختلفة. هنتكلم في موضوع بيشمل موضوع الصفقات، حاجة ليها علاقة بالصفقات وهي مهمة جدا. الحاجة ديت عبارة ان عقل الناس كلها بقى مرتبط ان اي صفقة انت بتسمع عنها، اي صفقة بتيجي، المصدر الوحيد ليك ليها ان انت تشوف الصفقة ديت، تعرف هي بتتكلم عن ايه، تعرف ايه اللاعب دوت، ان انت تخش على اليوتيوب وتكتب اللاعب كذا وتشوفه، تشوف الاهداف بتاعته، تشوف مهاراته، تلاقي ان اللاعب دوت بالنسبه لك حاجه كده، رونالدو جاي النادي بتاعك، ميسي جاي النادي بتاعك. هي ديت الفكره، وهو دوت الانطباع اللي بيعمله الجمهور بصوره متكرره مع كل صفقه. وكلامي هنا مش موجه لجمهور كاهلي بس او جمهور كزمالك بس. الفكره كلها ان انت بتسمع اسم اللاعب، بتخش على اليوتيوب تكتب اسمه، يطلع لك المهارات بتاعته، اهدافه، بتشوفها، بتتفاعل معاه جدا. الله، ده لاعب كبير جميل جدا، ده لاعب هداف، ده مثلا لو هو باك يمين او بيصنع لعب او كده، ايه ده هيصنع لعب، ده واحد هيوديني قصاد الجون كتير. وبترمي تخيلات وطموحات كبيره جدا بناء على الفيديو بس اللي انت شفته للاعب دوت. طب تعالى شوف اكتر لاعب مزهقك في عيشتك في فرقتك، اهلي، زمالك، اسماعيلي، اي نادي بيشجع الجمهور بتاعه. شوف اكتر لاعب خانقك في حياتك كلها في خلال الموسم دوت، المواسم اللي فاتت، واكتب اسم اللاعب دوت مثلا على اليوتيوب، اهدافه او مهاراته، هيطلع لك ليه فيديو 3 4 دقايق، انت هتشوفه هتقول احنا لازم نتعاقد مع اللاعب دوت دلوقتي، انا دوت لازم يكون موجود في فريقي. مش هتتخيل ان دوت موجود في فريقك. هو دوت اللي معظم الناس بتعمله مع اي صفقه بتيجي لاي فريق، وتحديدا احنا كاهلاويه او اي حد يعني، بس اقصد ان هو دوت اللي بيحصل دايما. انت بتشوف الانطباع دوت، بتنبهر باللاعب جدا، بيجي يلعب عندك، انت بتنسى حاجات كتير جدا وانت بتشوف. بتنسى اول حاجه ان دوت فيديو مجمع لاهم اللقطات بتاعته، فجايب لك افضل الحاجات عنده. بتنسى ان دوت فيديو 4 5 دقايق جامع لك فيه الاهداف بتاعته، مثلا المهارات بتاعته. انت وانت بتشوف الصفقه او الصفقه وانت جايه لك، في حاجات كتير جدا المفروض كشركه كوره، كناس اللي هو بتبقى مسؤوله عن الصفقات وكده، المدير الفني، اي حد مسؤول عن الصفقات في اي فريق، ما بيروحش يجيب صفقه زي ما انت بتشوفها، اللي هو اشوفها على اليوتيوب واروح جايب كذا. لا، انت المفروض بيبقى عندك سيستم للعيب دوت. اول حاجه ان انت بتشوف اللعيب دوت كمهارات وكاهداف، كهيفيدني في الحته ديت ولا لا. بعد ما بتحدد انت محتاج ايه، اللي هي النواقص اللي عندك في الفريق. فانا مثلا استقريت على اللاعب دوت، فبروح مثلا كمدير فني، انا استقريت على اللاعب ده، شفته حلو، بقول للناس اللي شغاله معايا هاتولي المسيره بتاعته كلها، مسيرته في الملاعب. هل اللاعب دوت مثلا بيجيب لي هدف في ماتش و10 مباريات لا، ولا هل دوت شغال التهديف بتاعه كويس، يعرف ان هو فعلا يصنع لي الفارق. اشوف مسيرته في اللي هو لاعب مشاغب ولا لاعب مسالم. اشوف المسيره بتاعته في الاصابات، ايه اخبار الاصابه بتاعته. هو دوت اللي عملته اداره الاهلي مع يعقوبو، وديت حاجه تحسب لهم، ان ديت حاجه انت بتتعلم من اخطائك، وتحديدا بيرستاو. انت يعتبر انت بتنسى اصلا كاهلي ان انت عندك صفقه اسمها بيرستاو. فنرجع لموضوعنا، ان انت بتشوف المسيره بتاعته في الاصابات، بتشوف اللاعب دوت هو في الميزه اللي انت عايزها، اللي انت جايبه فعلا فيها، بتتابعه على مدار فتره. انت ما بتشوفش مثلا لاعب جاب فيك جون فتروح رايح مثلا جايبه الفريق او كده. هي ديت الفكره كلها. ده كمثلا كمدير فني او اي حد اللي هو اختار لاعب معين، بيبتدوا ان هم المفروض يتحلل من كل الجوانب علشان في الاخر تستقر، ايوه هو دوت اللاعب اللي انا عايزه، فافتح معاه مفاوضات. هي ديت الفكره كلها. فانت لازم تكون مقتنع ان في حاجات بقى بعد ما انت بتجيب الصفقه بتترتب. اول حاجه ان في لاعب على فكره انت ممكن تجيبه من فريق يكون متالق جدا، ويجي هنا عندك ولا حياه لمن تنادي، ولاعيبه تانية تكون انت جايبها جباره، بس تيجي مثلا عندك وتحديدا في الاهلي ما تستحملش الضغوطات اللي هتبقى موجوده، التيشيرت بتاع الاهلي مش هتعرف تتحمله. في لعيبه دي مزاجها. فهي ديت الفكره كلها. فانت لما بتيجي تشوف كده لعيب، تشوف بروفايل، تسمع من كذا وكذا وكذا، تلاقي ان اللعيبه ديت انت هتشوف منهم حاجه رهيبه جدا في ارضيه الملعب، فبتفخم جدا في اللعيب دوت، وبتديله حجم كبير جدا، وبتستنى منه كتير جدا في ارضيه الملعب. بتروح جاي اللعيب دوت لما بيجي عندك، او كذا لعيب يجوا عندك يجوا يلعبوا، ما بتلاقيش المردود دوت، فانت بتحبط. كل الناس كانت بتتكلم دايما على برونو سافيو قبل ما يجي ان هو صفقه جباره، وان هو انا بطلت، ومش من برونو سافيو بس، ده من قبل برونو سافيو، من قبل بيرستاو، ومن قبل ناس كتير جدا صفقات بتيجي للاهلي، وبقيت ماشي بالمنطلق دوت بقالي بتاع 2 3 ان مفيش اي حكم على الصفقه غير لما تيجي وتلعب فعلا. دوت احنا كدورنا كجمهور، كمثلا كواحد هيطلع مثلا يكلمك على الصفقه، انا سهل جدا اقول لك ان كريستو من خلال اللي انا اتفرجت عليه فيه، وكنت نفسي ان انا اعمل له حلقه او ان احنا
هنتكلم عنه على البيج، بس عشان كنت تعبان وعلشان الامتحانات بتاعتنا فأثرت على اللي هو الشغل بتاعنا الفترة اللي فاتت. بس ان شاء الله الفترة الجاية هنتكلم بصورة اشمل. المهم ان انا ممكن اقول لك ان كريستو اللي هو من الحاجات اللي انا شفتها من خلال الفيديو، انا ممكن اقول لك عليها اللي انا شفتها، بس انت لازم تاخد بالك وانت بتتفرج او انت بتسمع مثلا ان الحاجات ديت حاجات مجرد بتسمعها، حاجات مجرد انت شايفها من خلال فترة انت شفتها للاعب دوت، انما انت ما شفتش كتوتال وما شفتش اللاعب دوت لما يجي عندك هيبقى عامل ازاي. انا اقدر اقول لك ان كريستو من اللعيبه عندها الحته اللي انت مفتقدها، لعيبه اللي هو بياخد الكوره اول ما بتجيله اللي هو بيروح على المرمى على طول، اللي هو وشه على طول موجه على المرمى. اقدر اقول لك ان هو لعيب مهاري وان هو بيعرف يسلم الكوره وبيقف في تمركزات كويسه. اقدر اقول لك ان هو لعيب سريع، اقدر اقول لك ان هو لعيب هيتحمل الضغوط، لان اي لعيبه عموما بتيجي من الدوريات اللي هي العربيه اللي زينا وتحديدا من فرق كبيره زي النجم الساحلي وكده. الفكره ان لاعب زي دوت اللي هو كريستو جاي من ضغط وهو 19 سنه، واللي هو كل الكلام اللي انا سمعته عليه من كل الناس بره ان هو لاعب اللي هو كانوا بيعتبروه هناك في تونس عموما ان هو دوت الجوهره عندهم. فانت يعتبر كده خدت الجوهره. العيب اللي عند كريستو الحته اللي تقدر تقول عليها عيب، الفينش بتاعه مش افضل حاجه. مشكله ان دوت اصلا عيب عندك، يعني انت جايب لاعب يصلح لك الموضوع دوت، بس لعل وعسى يكون معاك انت صفقه ناجحه تعمل المطلوب اللي انت جايبه عشانه. اقدر اقول لك على خالد عبد الفتاح الباك اليمين اللي جه ان هو مش الافضل، بس هو يكفي ان هو اشاره من مارسيل كولر ان هو اللي عايز اللاعب دوت. وكان في كلام اصلا ايام فتره سواريش ساعه لما كان موجود مع الاهلي قبل ما يمشي والحوار دوت، لما شاف وقالوا على التدعيمات وكده قال لك ان هو برده خالد عبد الفتاح ومعانا عليه سكه. ففي كلام اصلا على خالد عبد الفتاح من فتره كبيره، فهو مش الافضل، مش الاوفرات الكبيره، مش اللي بيصنع الفارق، بس اللي هو جه الاهلي ممكن يتطور مع الاهلي طبيعي وهيعمل منافسه مع محمد هاني طبيعي، وهو دوت الصفقه اللي انت كان ينفع تجيبها، لان هو من اكتر اللعيبه الظاهره. كفايه ان هو مثلا ممكن اقول لك عنده حميه فعلا وهو بيلعب، ان هو بيحاول ان هو يعمل اللي عليه مع كل كوره. عندك مروان عطيه برده هو مش اللي هو المركز اللي انت جايبه، مثلا مش محمد بن رمضان، مش مثلا بلاتي توريه، مش من اللعيبه ديت. هو بيلعب 6 بيلعب 8 دوت مكانه والوجود بتاعه، علشان دوت بتبقى ده اللي هيعمل المنافسه بتاعت السوليه. انت بتجيب لعيبه دلوقتي علشان تقودك الفتره الجايه. مروان عطيه من افضل اللعيبه اللي موجوده في نص الملعب هنا في مصر اللي ظاهره. فانت دلوقتي على الاقل لو هو برده مش اللاعب القوي، بس في لعيبه بتقوى معاك، في لعيبه لما المنظومه كلها بتتحد وكل لاعب بيطلع اللي عنده ويبقى عايز يخدم المنظومه، بتلاقي لعيبه اتغيرت واتطورت كتير جدا. انا ممكن اقول لك كلام كتير جدا على الصفقات ونقعد نحللها، ولو في وقت فعلا هحللها واذكر لك الحاجات. احنا بنذكر بس اللي احنا شايفينه، انما التوفيق واللي هو الانسجام بتاعه هنا في الملعب ومع الاهلي عموما في المباريات وتحمل الضغوط، دي حاجه اللي هو احنا هنشوفها، احنا اللي هو مش بننجم يعتبر. هي ديت الفكره كلها اللي انا بس طالبه من كل الناس، ان محدش يرسم اللي هو طموحات واحلام كبيره جدا على كل صفقه بتجيلك، واللي هو تفخمها كتير جدا. انت بتقعد منه بقى، بتقعد في اول ماتش كده بتتفرج عليه، انت مستني اللمسه، مستني اللي هو اللاعب الخارق اللي هيجري ياخد الملعب كله يجيب لك جول ومسافه. بس الفكره بقى ان هو طبيعي ان هو ما يتالقش، هو طبيعي ان هو ما يتالقش مثلا في البدايه، وعادي ان هو يتالق، يعني الموضوع ماشي رايح جاي كده. الفكره بقى ان هو لو ما تالقش، انت اللي هو هتلاقي هجوم عليه غير طبيعي، وهتقول صفقه فاشله، وناس كتير جدا هتتكلم على اي صفقه بتيجي مسافه بس ان هي ما ادتكش المردود اللي انت عايزه، فهتموتها هتقتلها خالص. الاهلي عمل لغايه دلوقتي 3 صفقات وخرج 4 لعيبه، محمد محمود وزياد طارق وحسام حسن، وخرج عمار حمدي. هم دولت الاربعه اللي خرجوا لسموحه وللاتحاد السكندري. في لعيبه تانية احتمال تخرج. سكواد الاهلي دلوقتي بتحاول ان هو يكملوا. الاهلي عايز يجيب مهاجم افريقي وعايز يجيب جناح تاني تحت السن يكونوا موجودين، وبيفكر اللي هو كلاعب محلي هنا. بس الاهلي الواحد اللي هو ليه مفاوضات معاه هو عمر كمال، بس اداره فيوتشر منع خالص الموضوع دوت. هو حقهم ان هم كاداره، ناس دلوقتي بتنافس على الدوري، اللي هي بتحاول ان هي تنافس على الدوري، مركز تاني دلوقتي ماشيه كويس، ناس عايزه تبني السكواد بتاعها عشان تنافس على الكونفدراليه، وهي من اقوى فعلا الفرق اللي موجوده في الكونفدراليه. ده عمر كمال ده من التيم الاساسي اللي موجود، هو حقه
ده شغله، حقه ان هو يقول لك عمر كمال لا، حق اداره فيوتشر ان هي تقول لك لا. ما تقارنش الموضوع ان هو انت تقول اصل احنا كاداره اهلي احنا اللي بانيين فيوتشر، وكل اللعيبه اللي فيوتشر ديت معظمهم من عند الاهلي واحنا غلطانين واحنا مش غلطانين. هو كل واحد وليه السياسه بتاعته، دي وجهه نظري، ممكن انت تتفق معاها ممكن تختلف معاها، دي حاجه ترجع لك، وفي الاخر انا احترمك جدا. الاهلي الصفقات اللي هو فعلا ناقصاه اللي هم الاثنين مثلا، اللي هو الجناح والمهاجم، هم دولت فعلا الصفقات اللي ناقصه الاهلي، اللي الاهلي شغال عليهم. مين اللي جاي لما نشوفه ونشوف اللي هو فعلا انت ما ينفعش تجيب صفقه اللي هو تكون اقل من اللي عندك، زي ما كولر قال انا مش هجيب صفقه غير لما تديني مردود اعلى من اللي عندي. دلوقتي الاهلي الصفقات بتاعته لما الاثنين دولت يجوا هيبقى كده الاجمالي بتاعت اللعيبه بتاعته بتاع السكواد 33. انت دلوقتي عندك كذا بطوله، عندك دوري شغال دلوقتي، وعندك كاس قديم، وعندك كاس جديد، وعندك سوبر مصري قديم لما الكاس يخلص، وعندك سوبر مصري جديد، عندك دوري الرابطه، وعندك دوري ابطال افريقيا، وعندك كاس عالم انديه. فالاهلي عنده 9 بطولات، واحنا دلوقتي في شهر 1، واخر بطوله الاهلي المفروض يلعبها هتكون هي سوبر مصري جديد قبل ما الدوري الجديد باذن الله لو عشنا وكان لنا عمر يبتدي. هيكون اخر بطوله هي السوبر المصري الثاني اللي هو قبل ما الدوري الجديد يبدا، يعني في حدود مثلا شهر 10 11 على حسب هنخلص الدوري الموسم دوت امتى. هم بيقولوا هيخلص في 30 6 او 30 7، الله اعلم هيخلص امتى. فانت بتتكلم في 9 بطولات، 9 بطولات. واحنا عارفين ان مشكله الاهلي في السنين اللي فاتت كلها ان دايما عندنا ان احنا بنتفوق جامد جدا في بدايه الموسم، وبنيجي في نص الموسم وفي نهايته اجهاد وضغط مباريات، فبتعرفش انت تتعامل بصوره كويسه، فبتفقد نقط في الدوري، بتضيع في بقيه البطولات، ما بتحسش ان انت ماشي بصوره كويسه. فوجود السكواد 33 واحد يعني ممكن نقولهم كده بسرعه، لو اعذروني لو انا نسيت حد. عندك الشناوي، وعندك علي لطفي، وعندك حمزه علاء ومخلوف، هم دول الاربعه، لان شوبير طبعا كلنا عارفين ان هو مصاب. بقى عندك على الباك اليمين عندك محمد هاني وخالد عبد الفتاح، عندك في الباك الشمال علي معلول، وعايز يدعم كولر قال هيدي للدبيس في الفتره الجايه اللي هو كريم الدبيس اللي هم جابوه قبل ما الموسم يبدا من وادي دجله. وعندك رباعي او خماسي في الدفاع اللي هو ايمن اشرف ومتولي ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ورامي ربيعه، وعندك مغربي كمان في نص الملعب. بقى عندك 4 هم السوليه وحمدي فتحي وديانج ومروان عطيه. عندك في الجزء اللي قدام في الحته ديت هيكون موجود عبد القادر، ممكن طاهر يرجع تاني في المكان بتاعه. عندك على الناحيه الثانيه تاو والشحات وكريستو، وعندك برونو سافيو وقفشه، وعندك جوه حسام شادي حسين ومحمد شريف. والمفروض انت هتجيب مهاجم افريقي، وهتجيب عندك اللي هو جناح تاني. هو ديت اللي هو ال 33 بتوع الاهلي يعتبر. وممكن اكون نسيت حد طبعا، لسه في كوكا ولسه في فخري ولسه في 2 ناشئين كمان. وعندك كهربا دوت اللي احنا لسه مش عارفين كهربا ايه اللي هيحصل معاه الفتره الجايه. هو المفروض ان يوم 6 فبراير يقدر، او كمان 6 ايام، ان يقدر الزمالك يقدم شكوى تاني على موضوع كهربا، ولغايه لما الاتحاد يرجع تاني اللي هو الاتحاد الدولي ان هو نشوف هيوقع عقوبه او كهربا هيدفع او استئناف او ايه اللي هيحصل. هو كهربا دلوقتي متاح ان هو يلعب، تقدر ان انت تأيده وتأيد فعلا في القائمه اللي هي رايحه كاس العالم. بس لعبه بقى من عدمه دوت هيبقى في ايد كولر. كولر ممكن يبقى عايز يثبت التشكيل، ممكن يبقى عايز يعتمد على عناصر اساسيه، فمش عايز مثلا يلعب كهربا وبعد كده بفتره يرجع كهربا يتاخد منه، تيم بعد ما كان كويس ومتكامل ومتعودين على بعض يرجع يقع. ممكن يشركوا في بعض المباريات. هو ده اللي احنا هنشوفه الفتره الجايه. تدعيمات الاهلي لغايه دلوقتي ماشيه في المعقول، لما يجيب الصفقتين اللي باقيين هيبقى ماشي كويس جدا. دعمت بعمر كمال هتبقى الدنيا معاك كويسه جدا، تقدر ان انت تنافس على كل البطولات كالعاده. 9 بطولات انت هتشتغل عليهم السنه دي كده كمجمل بكل البطولات اللي احنا شغالين فيها، تقدر ان انت تنافس عليهم كلهم زي ما احنا متعودين من الاهلي ونرجع زي زمان. بس هي ديت كانت الحاجه اللي عايز اقولها بخصوص الصفقات عموما، وكلمه صفقات وخصوص الانطباع والحاجه اللي بتديها الناس كلها لما بتشوف اي لاعب واللي هي منتظره منه. ما تتعشمش دايما في اللاعب، وقدر دايما كل الظروف، وافتكر ان الحكم بيكون في الملعب. افتكر دايما مسيره فلافيو ساعه لما جالك قعد سنه كامله من غير جون واحد. فلافيو بعديها كلنا عارفين مين فلافيو. بس لغايه هنا تكون الحلقه خلصت. اتمنى تكون يعني اتكلمت في حاجه مفيده والناس تكون استفادت كده. انت قول لي ايه رايك في الكومنتات، وقول لي ايه رايك في الصفقات بتاعه الاهلي لغايه دلوقتي، وشايف ايه الدنيا اللي ممكن تحصل فيها. لو انت وصلت لغايه هنا احب اشكرك كالعاده، وما تنساش لو انت على اليوتيوب هتلاقي تحت في الديسكربشن لينك البيج على الفيسبوك، روح تابعنا هناك عشان التفاعل هناك بيكون اسرع. واي حاجه انت عايزها اتكلم فيها قول رايك، وهتلاقيني برد عليك على طول. وفي النهايه كالعاده ما تنساش السلام.